أهلا بيكم يا أصحاب. أنا سليم، ودي أول حلقة من حكايات متحف التكنولوجيا. النهاردة هناخد أول جولة جوه المتحف ونقابل أعظم المخترعين. ويا رب تبقوا مستمتعين معايا، لأن كل حلقة هنكتشف فيها حاجة جديدة ومبهرة. يلا بينا نبدأ جولتنا وندخل المتحف. المتحف ده مليان اختراعات غيرت العالم، وكل اختراع ليه قصة. وأول شخصية هنقابلها النهاردة هو واحد مفيش حاجة في حياتنا النهاردة إلا وهو ليه فضل فيها. عرفتوا بقى مين هو؟ هو نيكولا تسلا. واو، البوابة بدأت تفتح. جاهزين؟ دي غرفة نيكولا تسلا، الراجل اللي اخترع حاجات كتير في الكهرباء والطاقة. كان بيحلم ينقل الكهرباء لأي مكان من غير أسلاك. واو، الكهرباء بتتحرك من مكان لمكان. تسلا اخترع التسلا كويل اللي بيعمل شرارات كهربائية كبيرة، ودي كانت بداية لأفكار ثورية في الطاقة. أنا كنت بحلم إن أي حد يقدر يوصل كهرباء لأي مكان من غير أسلاك. اخترعت حاجات كتير زي المحرك الكهربائي المتناوب وطرق لنقل الكهرباء عن بعد. يعني كده احنا نقدر نوصل الكهرباء لأي بيت؟ بالظبط، وده اللي بدأ يغير العالم كله. واحدة من أهم أفكاره كانت نقل الطاقة بدون أسلاك. هقول لكم معلومة صغيرة بس رهيبة. تسلا اخترع فكرة الراديو قبل ماركوني. استنونا الحلقة الجاية يا أصحابي، عالم جديد واختراع جديد في حكايات متحف التكنولوجيا.